الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اصدقائي 40 شهر وحتى هذا المساء، عموما كل شكر زكي. وادي التواجد ايضا، مفيش داعي للكلام ده كله، مفيش داعي لضربة مرمى. ادي الحضور وادي الاحتكاك وادي الخروج عن النص الراجل، وادي رمي التمس. ادي حسام حسن وابراهيم حد، كلاهما يعني عامل حساب وحرص للاخر انه الى رمي التماس. اسماعيلي جمهور عظيم وجمهور كبير جدا، هم دول اللي بنتكلم عليهم بكل اجناسهم وبكل اعمارهم. فريق في اخر 6 سنوات لم وغيرهم من الانديه المصريه. ادي على طول التمركز، فنانين كبار جدا طبعا، كل دول عندهم يعني فنانين وعشاق. شوف جماهير الزمالك عامله ازاي، هاتوا له محمد منير عليه زمالك البشوات ثم البهوات ثم المستشارين ثم التألق للفنانين ثم شيكابالا يخلي هذا الجمهور العظيم يتألق ويبدع. الجمهور الوفي والجميل 1-1. خدها مني بالجرانتي التعليق. الاهلي والاسماعيلي على طول. ادي الخطأ الثاني، متعة الربع الثاني شيكابالا ثم يعدي الاوتار ونغمة الهدف الثاني عن طريق العملاق احمد جعفر، لتفرح هذه الجماهير الكبيرة والوفية. انها الجماهير الجميلة. الشوط الاول محطة مهمة جدا جدا. ايمن الجمل وقناوي، وادي جماهير نادي الزمالك او جماهيريات نادي الزمالك، الانسات بتوع نادي الزمالك، العاشقين التهاون. اسماعيلي فريق. ادي جماهير نادي الزمالك ما شاء الله عليه، جماهير ريال مدريد شراء مباشر. ادي جماهير نادي الزمالك، جماهير طبعا بتاعت الدرجه الثالثه اللي كانت بتشجع، انما ليهم طبعا طقوس. الثالث حديد على حديد، الزمالك يرجع للكلاسيكو الجميل والجديد. 3-2 جت من عند شيكو ملك الكلاسيكو. كثير وكثير جماهير الزمالك، جماهير الزمالك المتعطشه للقب، جماهير الزمالك اللي بتاتي الى نادي الزمالك بلمسه فيها سجل فيها هدف تعادل لنادي الاسماعيلي. وادي جماهير نادي الزمالك بتقلد طبعا تقليد جميل جدا. بتقلد مين؟ بتقلد الابيض 29 ل 888، يخلي اللعيب ايه يعني موتها شويه. جماهير نادي الزمالك دي الجماهير الكبيره والجماهير، فما بالك لما يكونوا في المركز الاول. على فكره دول كمان قليلين، يعني مطلوب منهم عبد الواحد. حاسين بيك، سيبك انت زمالك اهلي، انت قيمه الان على مستوى المنتخب الوطني الجميله جدا. وصبر على فكره، هو ممكن تقول عليه ايوب. وتحليل الاداء التحكيمي بالاضافه لل 42 ماركو بوتا. اذا هذا الجمهور الكبير والعظيم، ان حسام وابراهيم ايضا ليهم شعبيه كبيره جدا. مخرج مركز عبد الواحد السيد اللي يشكى الزمالك في اخر 4 سنين كان ينادي على حسام حسن، كان ينادي على 5 حالات فوز لاسماعيلي. اذا الفرحه النهارده والارقام الجديده تتكسر مع حسام حسن. فرحه فوز بعد 7 مباريات وفرحه سعاده زملكاويه عنوانها وبطلها ممكن نقدر نقول عليه شيكو ملك الكلاسيكو، ونقدر نقول ايضا على عبد الواحد السيد اداء محترم بالاضافه لكل نجوم الفريقين النهارده. اذا في الاخير يعني نشكر نادي الاسماعيلي.